مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. من 3 أيام فاتوا جالي الهانج الاسكاندس ده هانج ميكس ما بين البوتس والاسكاندس البرازيل. جالي الهانج صيانة. طبعا الهانج ده عمره ما يعني هو لما اتباع للعميل كان كبير، الحمد لله مش احنا اللي بايعينه للعميل. ده كان كبير وكثافة عالية جدا جدا جدا، دلوقتي بقى بالمنظر المحزن تعالوا نشوف الأسباب اللي أدت للمنظر الحزين وطريقة الصيانة بتاعته. بس قبل ما نبدأ، اللي ما اشتركش في القناة ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان معلوماتنا توصل لكل حتة في العالم. معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة، خليكم معانا. لما جالي الهانج انا لفت نظري البلاستيك نفسه، لان انا توقعت المشكله او بدايه المشكله. خلينا نبص على اول حاجه على فتحات التصريف. هنشيل الطبق اللي موجود لتحت ونبص على فتحات التصريف. بصوا زي ما انا توقعت بالظبط فتحات التصريف. بص فتحات التصريف عامله ازاي، صغيره خالص. اولا ده الطبق له سنتين اهم بيخشوا في فتحتين من دول. هنا في 4 فتحات بيخشوا في فتحتين من دول، فطبعا طبيعي ان السنتين دول هيسدوا فتحتين منهم. طيب الفتحتين التانيين بصوا صغيرين ازاي. ده كده يبقى سوء صرف ادى الى عفن في الجذور. ادي اول مشكله قابلناها. المشكله الثانيه بقى، ودي برضو مشكله مهمه جدا، انا لقيت الهانج معمول التربه بتاعته من بيتموس مصري وحشه جدا. بيتموس مصري من نوع وحش قوي قوي. على فكره انا بشتغل برضو بالبيتموس المصري، بس انا ما بشتغلش بالنوعيه دي كويس. ده بيتموس ناشف قوي محجر على الاخر. بص عامل ازاي، ده بيتموس محجر على الاخر. طبعا ده كتم الجذور وما خلاش فيه اي نوع من انواع التهويه. كده احنا عرفنا ايه هي المشكله. طيب احنا هنعمل الصيانه دلوقتي معاكم، وهنفرجكم في اخر الفيديو بعد شهر بالظبط البوت هيبقى شكله ازاي. خليكم معانا. في الصيانه بتاعتنا هنعمل حاجتين اتنين. اول حاجه هنشيل التربه دي خالص، وهنوسع فتحات الصرف وهنزودها، وهنغير التربه وهنعقل من النبات بحيث ان هو يبقى يرجع تاني نبات كثيف على قد ما بنقدر. يلا بينا نشتغل، يلا بينا. اول حاجه احنا هنشيل التربه بتاعته وهنكشف على الجذور بتاعت النبات. طيب احنا عندنا هنا البوت زي ما احنا شفنا كده، زي ما احنا شايفين كده ان فتحات التصريف مقفوله. هنفتحها مع بعض. هنجيب بقى آلة حادة كده وهنوسع الاخرام. الخرم يا جماعه لازم يكون كبير قوي عشان ما يتسدش اهو. طبعا هنسيب الفتحتين الصغيرين اللي هم بتوع اللي بيخش فيهم اللي هم اللسانين دول اهو، هنسيبهم وهنوسع الاخرام. بص الاخرام كده بقت واسعه ازاي اهي. للاسف البوتات مش هينفع نزود اكتر من كده فتحات، فهنحاول بقدر الامكان نوسع كمان اكتر من كده بحيث انه تبقى الصرف للنبات سهل قوي. اهو بص الفتحات عامله ازاي. الفتحات كده حلوه ومحترمه جدا جدا جدا، ممكن تصرف بكل سهوله. تعالى بقى نشوف الجذور بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. بصوا شايفين ده اول واحده مفيش جذور خالص اهي.
دي نتيجه عفن اهي، مفيش جذور خالص. بصوا يا جماعه، بصوا الجذور عامله ازاي، سودا بلكه خالص اهي، شايفين العفن، كل ده عفن جذور اهي. هنشيل التربه دي خالص بالكامل وهنغيرها. وهوريكم ان شاء الله رب العالمين بعد شهر واحد النبات ده هيبقى عامل ازاي. خليكم معانا، هنطلع الجذور من التربه المعفنه ديت ونرميها، وهنحط النباتات نص ساعه جذورها ديت، طبعا هنشيل الجذور الوحشه وهنحطها نص ساعه في مبيد فطري، وبعد كده هرجع لكم وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. رجعنا لكم بعد نص ساعه، بس انا حابب اوريكم منظر التربه عامل ازاي، منظر الجذور اللي وحشه اللي كانت في التربه. بصوا يا جماعه عامله ازاي، بصوا الجذور عامله ازاي اهي. ده بسبب اللي احنا قلنا عليه، اللي هو فتحات التصريف مفيش تقريبا، واستخدام البتموس المصري الوحش قوي 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 في تدوير النبات دوت. طبعا التربه دي هناخدها نرميها، وهوريكم دلوقتي الجذور بعد ما غسلناها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لقينا فيه جذور سليمه اهي. بصوا الجذور البيضه دي، طبعا احنا شلنا كل الجذور الوحشه وقعدنا النباتات في مبيد فطري لمده نص ساعه كويس. ودي الجذور السليمه، شكل الجذور السليمه. طبعا عشان البوتس والاسكندس عندهم قدره هايله قوي على الحياه، فتلاقيهم باستمرار بيطلعوا يعني جذر يعفن جذر جديد يطلع، جذر يعفن جذر جديد يطلع. بس طبعا الجذور الجديده بتبقى ضعيفه، فعشان كده النبات بيبان عليه الهزال وبيقع منه الاوراق. يلا بينا نشتغل مع بعض وهنشوف هنعمل ايه مع النباتات ديت بعد ما غسلنا الجذور وحطيناها في مبيد فطري لمده نص ساعه. ده خليط التربه اللي بنشتغل بيه في مشتل الصوبه. ده عباره عن برضه بتموس مصري بس بالنوع كويس، احنا بنضمنه، وبنحط عليه بنفك مكعب كوكوبيت هندي محترم على كل شكاره بتموس مصري، فبيخليه مفرول. بصوا يا جماعه الفروله عامله ازاي اهي، مفرول خالص، بيبقى النبات سهل جدا جذوره انها تتحرك جوه البوت. طبعا وانا بجهز البوت بغسله، لقيت مكان ممكن افتح فيه 4 فتحات تصريف كمان. على فكره يا جماعه والله مهم جدا موضوع فتحات التصريف. فتحات التصريف دي كل ما تكون كبيره وكل ما تكون واسعه، كل ما النبات يقدر يعيش معاك قمر قوي قوي قوي، لان هو باختصار شديد بيصرف الميه الزياده، فمش هيعفن التربه ومش هيعفن الجذور زي المنظر اللي احنا شفناه ده. يلا بينا نزرع مع بعض. هنحط شويه تربه صغيرين صغيرين خالص تحت في القاع اهو كده، ونبدا نرص زرعنا بحيث انه يطلع مهدل برضو قمر، واي حاجه زياده بنقصها علشان نعقلها بعد كده. وكده مثلا كل الحاجات المهدله ديت تبقى جنب بعضيها. طالما الهنج بص، طالما الهنج دوت بوتس وسكندس، يبقى نعمل ميكس مع بعض. دي الجذور دي نخليها تحت، انا بفضل دايما يبقى النبات كله ناحيه واحده، يعني بيتحط التهديله بتاعته كلها بتبقى ناحيه واحده. بس احنا ان شاء الله رب العالمين هنعمله برده بطريقه قدامكم، نخليه كثيف. الحته الفاضيه دي كلها هنقصها، الحته دي كلها اللي ما فيهاش ورق ده هيتقص ويتعقل مع في البوت وهيشتغل، وهوريه لكم بعد شهر واحد ان شاء الله رب العالمين هيبقى عامل ازاي. يعني ممكن شهر وممكن اكتر شويه حسب بقى ايه تساهيل ربنا. نبدا نرص التربه بتاعتنا النظيفه
ونحاول بقدر الامكان تخلي الجذور بتاعتنا نظيفه تحت في التربه طبعا. بصوا انا مش عايز الفيديو يطول عليكم، فهرص واظبط الدنيا وبعد كده ارجع لكم تاني. رسينا الزرع بتاعنا في البوت، وهناخده بقى الحاجات الطويله اللي ملهاش اي لازمه دي كده اللي ما فيهاش ورق، وهنقصها عشان نعقلها. الفكره النبات هيعدل نفسه مع الوقت، هيطلع يقف تاني مع الاضاءه مع التصليح، هيرجع يقف تاني وهيبقى جميل قوي 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 قوي. هنزرع العقل بتاعتنا اللي احنا عقلناها. احنا خدنا عقلتين مع بعض، عين وعين. نبدأ نزرع. ده طويل اهو، هنقصه. وهنبدأ نزرعه عشان النبات بتاعنا يطلع كثيف. شايفين النبات ده بقى عامل ازاي كده؟ تعالوا بينا نستنى بقى، هنحطه في مكان ضلمه كحل لغايه اما العقل بتاعتنا دي تشتغل والجذور تبدا تضرب تاني وتشتغل ان شاء الله رب العالمين. وهاجي لكم بعد شهر، استنوني علشان نشوفوا النبات دوت بقى عامل ازاي. رجعنا لكم تاني بعد 30 يوم بالتمام والكمال. وعلى فكره انا لبست نفس اللبس عشان يبقى الفيديو كده مكمل. بصوا الهنج بتاع صاحبنا بقى عامل ازاي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا حطيناه في حته ضلمه خالص، ما بنرويش الا لما التربه تنشف خالص. زي ما انتم شايفين كده النبات كوش وبقى هنج محترم اهوت. بس احنا قصينا الحاجات اللي هي كانت فاضيه الحاجات المهدله اللي كانت فاضيه، وزرعناها له تاني في مكانها. والحمد لله رب العالمين النبات زي ما انتم شايفين اهو، قمر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لغايه هنا نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، واي سؤال اكتبه لنا في الكومنتات واحنا ان شاء الله رب العالمين هنجاوب عليه. واللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويشغل ويفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.